المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم نشرة أخبار هذا المساء. جرت في 7 ضواحي بمديرية بارنتو انتخابات مدراء الضواحي ومساعديهم ولجان القرى. وقال مدير مديرية بارنتو السيد أوريليو جاكيمينو إن العملية هدفت لتغيير المدراء الذين خدموا لفترة طويلة، وكذلك الذين لم يستطيعوا إنجاز مهامهم لأسباب مختلفة، وإحداث تغيير إيجابي في الخدمات الإدارية. ودعا المدراء المنتخبين للعمل لإنجاح برامج التنمية وتنظيم وتعزيز مشاركة المواطنين. وأشاد أعضاء لجنة المراقبة بالمشاركة الواعية للمواطنين، داعين المنتخبين لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بمسؤولية. وأكد المدراء المنتخبون على العمل بكامل القدرات لخدمة الناخبين. دعا الاجتماع الذي عقد في مدينة كرن في 25 و26 من مارس الجاري مدراء الضواحي لتعزيز دورهم في جهود محو الأمية الجارية في إقليم عنسبة. وأوضح المدير العام للخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تسفاسيون جرماي في الاجتماع إن مدراء الضواحي يعرفون جيدا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، داعيا للقيام بدور رائد لمشاركة المواطنين في برنامج محو الأمية. من جانبها أوضحت مسؤولة تعليم الكبار في إقليم عنسبة السيدة برهت قبرو عن وجود من محون أميتهن وحصلن على فرص العمل في المؤسسات وتمكن من تحسين حياتهن المعيشية، مشيرة إلى مشاركة 4300 مواطن في برامج محو الأمية هذا العام في 96 نقطة تعليمية و2179 من الأطفال في برنامج الريوم. وذكر التقرير المقدم بأن عدم تجمع القرى ومشكلة المواصلات ونقص المعلمين ومقاطعة الطلاب للدراسة وعدم وجود مكتبات عامة من التحديات التعليمية. وأوضح المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام في وزارة التعليم السيد قبرزق دمام ومسؤول قسم التخطيط وتطوير مناهج الكبار السيد تكابو أيموت إن برنامج تعليم الكبار يقوم بدور هام في تطور وتقدم البلاد. نظم مكتب التعليم في إقليم القاشبركة دورة تدريبية للمعلمين والمدراء والمشرفين التربويين في مديريتي سلعة وكركبة حول استراتيجية قيادة وإدارة المدارس وأسلوب التدريس. وأكد مسؤول البحوث وتنمية القدرات البشرية في المكتب الأستاذ حيل أبهبتاي على أهمية الدورة التدريبية لتطوير قدرات المعلمين والدفع بالعملية التعليمية. وأفاد المشاركون إلى أهميتها في عملهم، داعين وزارة التعليم لمواصلة مثل هذه المبادرات وضعا في الاعتبار لبعد مناطقهم. وأشاد مسؤول مكتب التعليم في إقليم القاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم بمجهود المعلمين لإنجاح العملية التعليمية رغم الكثير من التحديات. وتوجد في مديريتي سلعة وكركبة حوالي 24 مدرسة تستقبل 2934 طالبا، بينهم 1095 طالبة. طلب سكان ضاحية بدة بمديرية قلعلو الحصول على الدعم الآلي لصيانة مجرى راقال التحويلي الذي يتسبب انهياره بأضرار على البنى التحتية الزراعية. وشدد المزارعون على أهمية الوادي لكافة الأنشطة الزراعية والإنتاجية، وقد تسببت السيول العام الماضي لانهيار المجرى التحويلي الذي كانوا يستخدمونه لري مزارعهم. وأسفرت السيول القوية أيضا عن خراب قنوات الري لتصبح مساحة 300 هكتار خارج العمل. ويستخدم سكان ضاحية بدة مساحة تبلغ أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية. قدمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية دعما ماليا إضافة إلى عربات الكارو لإيجاد مصدر دخل للأسر الفقيرة في صرونة. أوضح مسؤول مكتب الوزارة في المديرية السيد تخل زايد عن تقديم عربات الكارو ل20 أسرة و100 ألف نقفة للأسر الراعية للمعاقين وأدوات مدرسية بقيمة 60 ألف نقفة ل79 طفلا محتاجا.
وذكر متلقو الدعم عن مساهمته في تحسين حياتهم المعيشية وتشجيع الطلاب على التفوق التعليمي. غادرت أسمرا المواطنة الإثيوبية التي وضعت توأما ليلة 23 من مارس الجاري على متن طائرة الخطوط الجوية السعودية أثناء توجهها من جدة إلى أديس أبابا، غادرت إلى بلادها اليوم 29 من مارس، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى أوروتا المرجعي. وقالت السيدة جنيتي حسين خلال مغادرتها إنها وجدت الرعاية الجيدة، وتعبيرا عن امتنانها وشكرها للشعب الإريتري سمت ابنتيها توأمتين أسمرة وحياة. من جانبه أوضح السكرتير الثاني في السفارة الإثيوبية في إريتريا السيد زريهون مجرسة عن سعادته لتوثيق السفارة مثل هذا الحادث التاريخي منذ استئناف نشاطها ل6 أشهر، وقال إن الاسم الذي أطلقته السيدة جنيتي لابنتيها يعكس الروابط الأخوية بين البلدين، وشكر باسم شعب وحكومة إثيوبيا الرعاية التي قدمت لها. وذكر مدير مطار أسمرا الدولي السيد برخت برهاني أن الاستجابة السريعة والاستعداد اللازم الذي قاموا به بعد طلب طائرة الخطوط الجوية السعودية للهبوط الاضطراري في مطار أسمرا لوجود حالة ولادة فجائية لامرأة حامل أنقذت الأم وطفليها، معربا عن سعادته لتوجهها بسلام إلى بلدها. أوضح الممرض ميرون جبركيدان الذي أشرف على المهنيين الصحيين الذين قاموا بالعناية الصحية للمرأة الحامل وإيصالها إلى مستشفى أوروتا إن المرأة وبعد هبوط الطائرة مباشرة كانت قد وضعت المولود الأول، وقاموا بتوليدها بالطفل الثاني، مشيدا بالتنسيق الذي أظهره عمال المطار ومستشفى أوروتا المرجعي. وكانت السيدة جينيتي وهي أم ل3 أبناء سابقين في رحلة من المدينة المنورة إلى جدة ومنها إلى أديس أبابا، وتوجد أسرتها في مدينة والدية. توفي في 29 من مارس المناضل برهان جبرآب كيداني عن عمر ناهز 70 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل برهاني بصفوف قوات التحرير الشعبية عام 1974، وعمل حتى الاستقلال في جهاز الأشغال اليدوية، وبعد الاستقلال في ورشة أوروتا للحديد ومصنع إريسوك بمختلف مستويات المسؤولية، ومن ثم في الهيئة الإدارية لوزارة الدفاع. المناضل الفقيد برهان جبرآب رب أسرة وأب ل3 أبناء، وسيوارى جثمانه الثرى عصر يوم غد السبت 30 من مارس بمقبرة الشهداء بأسمرة. هذا وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لوفاة المناضل برهان جبرآب، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.